مشكلة أحد الأعضاء تنصح بيها. مشكلتي مع أمي وأخويا الكبير ومرات أخويا. إحنا 4 أخوات وأم ببيت عيلة، وأبويا متوفي الله يرحمه. كان حنين، صاحب حكمة وعدل وظهر وسند لينا كلنا، وكل واحد مننا عايش في شقة. 3 مننا رواتبنا ضعيفة وعلى قد الحال. أمي دايما بتفرق بينا في المعاملة وفي كل حاجة، ودايما مخليه أخويا الكبير ليه وضع خاص في قلبها، ودايما تقول ده أول فرحتي ومكبرة في كل حاجة. أخويا ميسور الحق، لكن للأسف بطريقة غير شرعية. كان بيشتغل في السعودية من 2 واقترض مبلغ ونزل مصر، بس مرضاش يسدده ومقدرش يرجع تاني السعودية، واشترى شقة وعربية. وزوجته دي قصة لوحدها. أولا حقودة وغلدانية، لسانها طويل وتربية ضرايع، وبترميها بلاها علي أنا ومراتي، ومالية دماغ أخويا. وليها 3 أخوات من أمها كانت مريضة، وأخواتها كانوا مسجونين، ومنهم متهربين من قضايا، وهي مسؤولة عن أمها. وبعد وفاتها خدت كل الفلوس من أمها بفيزا بنكية في غياب أخواتها، واشترت 4 شقق في المدينة وشاليه في الساحل، وحرمت أخواتها من ميراثهم، وهم ما يعرفوش عن الفلوس حاجة غير إنها انصرفت على مرض أمه قبل وفاتها، وأنا وربنا أعلم ذلك، مع إن أخويا ومراته ملتزمين ومتدينين، وقال الله وقال الرسول، وربنا مبارك لهم كويس. أمي بتتقاضى معاشها كبير ومحترم جدا، وتساعد خالي العاطل كان مسافر بره طول عمره، وعياله في جامعات، وزوجته دكتورة جامعة بمبلغ مالي، مع إنها يوزنها فلوس بس بحجة معاش جد الله يرحمه. بتاخد أمي ومعاش أبويا الله يرحمه، بتاخد معاش جدي وأبويا، وأخويا ومراته مسيطرين عليها وعلى عقلها، ومفيش حد بيستفاد بيها غير أخويا، وعن طريق العزومات والأكل والمعيشة معها. يعني مثلا أمي تعمل الأكل وهو يعزمني من خير أمي، ويقول أنا اللي عامل أكل تعالى اتفضل، وأنا متأكد إن أمي اللي مكلفة وطابخة. واتكرر كتير، وطبعا برفض وبيقلل من نظري، وأنا و3 أخوات ليس لينا أي قيمة عندهم. بنعاتبها ونقول لها حرام ما تفرقيش بينا، تغضب عليا وتهيني. أمي بتكره مراتي مع إني متجوز بنت أختها، ودايما تخلق أي مشكلة وسبب لزوجتي، وأنا دايما أقف في صف أمي، ومرتاحش غير لو نزلت أكلم وأطمن على أمي، ودايما هي بتتريق على حالي وعلى ظروفي الصعبة. وزوجة أخويا قليلة الأدب، طولت على زوجتي بشتيمة، وأمي دايما تقف في صفها. اشتكيت لأخويا قال لي أنا أخدت لك حقك أنت ومراتك. قلت له عملت إيه يعني؟ رفض يرد، وبعدها بيومين شتمني وتعالى علي كأنه خلاص رفع مناخيره علي وبقى من الأغنياء هو وزوجته، وكأنه بيعرفني لو مراته وعياله شتموني وغلطوا فيا أنا ومراتي هما أحسن مني بالنسبة له. وفصلنا 1 سنة. أمي تقول لي اعتذر لأخوك بدون سبب علشان يرضى عني، وهي ترضى عني وأنا أرفض تمام عشان أحفظ كرامتي أنا وزوجتي. أمي دايما تيجي على مراتي في نظافة شقتها، وزوجة أخويا وولادها هما اللي بيوسخوها، لكن أمي تطلب من زوجتي ولا تطلب من مرات أخي. يعني
تعمل زوجتي على إنها خدامة، راتب أمي كله لأخويا وأولاده ومساعدة أخي ومساعدة خالي، ولا أعلم عنه شيئا ولا أسأل ولا لي دخل، بس دايما أشعر بالظلم أنا وأخواتي. مفيش حد مننا يطلب منها حاجة وهي لا تسأل عنه، وظروفنا صعبة، ولا ديون ولا تساعد حد. ممكن نكون في أشد الحاجة لمساعدتها، بس هي تهتم بأخي وولاده. آسف على الإطالة، بس بجد أنا تعبت من الظلم وما استطيعش أن أغضب أم أبدا، ولا أعرف إزاي تساوي بيننا في التقدير والكرامة، ومين أحق بالمساعدة وأولادها اللي عليهم ديون، ولا أخويا الكبير وخالي اللي مش محتاجين وبيشتروا عربيات وشقق وأراضي للمستقبل. وظاهر أرجو الإفادة، بجد تعبت. دي كانت مشكلة من المشاكل اللي بتيجي معانا على الصفحة.